في الفيديو ده حنستكشف جمال العاصمة مسقط في عمان. حنشوف أهم الأماكن في العاصمة وحنجرب أكلهم وناخد جولة ليلية. تابعوا معايا الفيديو لحد النهاية وإن شاء الله يعجبكم. السلام عليكم. الليلة أول يوم في مسقط هنا في عمان، ومعايا صديقي مصطفى. جاء عندي أمس طبعا أخذني من المطار، وحاليا متوجهين على مسقط القديمة، صح كده؟ مطرح ماشيين مطرح. الانطباع الأول عن مسقط إنه المدينة مخططة بشكل ممتاز جدا، وأشجار النخيل في كل مكان. احنا حاليا جنب قصر العالم، القصر اللي موجود فيه السلطان نفسه، او اللي بيكون فيه معظم الاوقات. فده يعتبر القصر الرئاسي هنا، يعني بيستقبلوا فيه الضيوف واشياء من كده. احنا في منطقة مسقط القديمة، مسقط اللي كانت زمان قبل التوسعة. الشوارع والبيوت هنا يعني كلها لونها أبيض. لو تلاحظوا كل الشوارع هنا يعني البيوت معظمها لونها أبيض، والسبب في كده إنه السلطان قابوس كان يعني ملزم كل الناس اللي بتبني هنا بالذات في مسقط القديمة إنهم يعني يبنوا والطلاء الخارجي يكون بس باللون الأبيض. كل المنطقة دي أحياء مسقط القديمة فقط، يعني جنب القصر هنا، والمناطق اللي حواليها هي زي كأنها يعني قلعة كبيرة كده، تحسها كلها مسورة وحوالينا كلها جبال. ميناء السلطان قابوس هو الميناء الرئيسي في العاصمة مسقط. نحن حاليا في المدينة القديمة هنا في العاصمة مسقط، جنب سوق مطرح، واللي يعتبر السوق الشعبي عندهم هنا في المدينة. طلعنا من السوق من شوية. عموما السوق يستاهل الزيارة. معظم المحلات اللي فيه محلات أنتيكا، ومحلات ملابس يعني زي تقليدي عماني، ومحلات العطور والبخور والأشياء زي كده. فحاليا هنتوجه للمسجد الكبير أو مسجد السلطان قابوس. حاليا نحن جنب يعني على مدخل المسجد وكده. الشارع لطيف جدا ومشجر بطريقة جميلة جدا جدا جدا. يعني مسجد السلطان قابوس الأكبر، اللي هو ده يعتبر أكبر مسجد هنا، وخلينا نشوفه مع بعض.
جماعة شكل المسجد رهيب 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 رهيب. يعني أنا دخلت مساجد كثيرة جدا لكن بصراحة ما شفت في جمال هذا المسجد. يعني في دقة في التفاصيل ويعني تحفة معمارية من الآخر من الآخر. في كمية من التفاصيل ما طبيعية والألوان الرهيبة رهيبة رهيبة جدا جدا. فبنصح أي زول يجي للعاصمة مسقط لازم تزور مسجد السلطان قابوس. المسجد بيكون مفتوح لكل الجنسيات فقط 3 ساعات في اليوم، من الساعة 8 لحد الساعة 11، وأيام معينة في الأسبوع. المسجد فيه ساحة خارجية وفيه مصلى للنساء ومصلى للرجال. عمان جميلة بطريقة رهيبة. عمان طلعت فوق التوقعات بكثير كثير جدا جدا يعني. فأي زول بيفكر يجي عمان أيوة تعال، لأنه ضروري تجي. الشيء اللي لاحظته، واحد من الأشياء اللي لاحظتها هنا، إنه يعني المباني هنا أفقية مش رأسية، يعني ما في بنايات كبيرة شديد. وتقريبا ده شيء يعني كان عندهم قانون زي كده إنه كل المباني تكون عبارة عن بنايات أفقية. عشان كده نادر تلاقي حاجة يعني أطول من 4-5 طوابق، نادر جدا، حتى مباني الشركات وكده، إلا بعض الاستثناءات طبعا. لكن العادي إنه معظم المباني في حدود 5-6 طوابق ماكسيموم. حر ما طبيعي، درجة الحرارة 500 وشوية. معظم الناس في مسقط بالليل بتطلع تقضي أوقاتها قريب من البحر. هناك في كمية من الكافيهات والمطاعم. حاليا بنعمل جولة ليلية كده في مسقط أنا وخالنا نزار. أوريكم فيديوهات عن المنطقة، عن البلد بالليل كيف عاملة. الخميس أو الأسبوع بلد فاضي، محتليننا نحن الأجانب بس. زيادة البلد كلهم بيرجعوا بلادهم. أيوه. ونحن عايزين فيها. عايزين فيها خير إن شاء الله. معسين جايين أقلي والكاميرا نكرم ولدنا مشاكيك. والله ما قصرت يا أخي. ولاد زنجبارية. شنو هي الوجبة؟ قلت لي مشاكيك. مشاكيك، أيوة هي وجبة أفريقية. طبعا الناس اللي ما عارفين يعني عمان هنا مرتبطة شديد بزنجبار، بيناتهم كان يعني تجارة دولية، وكانوا تحت نفس الحكم في فترة طويلة، ويعتبروا متداخلين حتى في النسب يعني. فدي واحدة من الأكلات بتاعتهم اللي هي جات من هناك. وكمان برضو في زنجبار يعني سمعت إنه في وجبات عمانية عندهم هناك لسه، زي كمان ما برضو في تداخل في اللغات، في لغات أفريقية بيتكلموها هنا، والعكس كمان هناك بيتكلموا لغة عربية أو اللغة الزنجبارية اللي هي برضو فيها مصطلحات كثيرة من اللغة العربية وكذا. طبعا العلاقة تاريخية بين عمان وزنجبار، يعني من زمن سيد اللولو العمانيين كان تجارتهم بحرية كلها، واستقروا مجموعة من العمانيين فترة طويلة جدا في زنجبار يعني. فحتى قدروا يشكلوا مجتمع خليط بين المجتمع العربي والافريقي. وبعض المشاكل اللي كانت حصلت في زنجبار مع العمانيين فمعظمهم رجعوا، في جزء كبير قعد على سنه عنده اسره هناك، وبعد فتره رجعوا باسرهم. ولا زال الارتباط بينهم ارتباط وسيط جدا جدا، يعني ارتباط بتاع الدم. المشاكيك طبعا صراحة رهيبة جديد، فيها كمية من البهارات، كمان اللحمة اللي فيها يعني بتدوب، حاجة كده فنانة الصراحة. في آخر جولتنا زرت النادي السوداني في مدينة مسقط، وبكده انتهت رحلتي هناك. ما تنسوا الاشتراك في القناة وتشيروا الفيديو لو عجبكم.